هاد الوقت الخوت ماشي ديال التبويقه وديال الحشيش، ديال اراك ليا برا من الجوانات واراك ليا الشراب. كنهضر على الناس اللي ربما ابتداء من المراهقين الشباب كيكونوا يلاه بادين هاد الحياه، كيكونوا باغيين يجربوا يعني ابار البليه والبرقاله والتبويقه المخدرات وهادي. يعني هما اصلا في هاد الحياه كاين ديك لا كيوريوزيتي، يعني بنادم فضولي باغي يجرب هادي. الرياضه جربها مع راساتك، الصلاه جربها مع راساتك، اللبس عيش الحياه، تصاحب دبر راسك. ولكن باش الانسان يبدا يجرب كارو هادي معجونه حداهم رفقاء السوء. مازال نتكلموا على هاد القضيه وراه عندي دي فلوغ على هادشي ديال النصائح. فهاد الوقت، هاد الوقت ديال تهلا في والديك، ولا سيما انا كنتكلم وكنخاطب الناس البوفريه الدراوش. فراه حتى الناس اللي لاباس عليهم بليين وتا هما بغينا لهم الخير، ولكن هادوك قادين واخا راه يجيبوها بصحتهم عندهم فلوسهم. اما انت متبوع، انت كتقرا تابعك الباك، غالبا بلان كيبدا البليه هو باقي ما خداش الباك وباقي كيقرا. وكاين الناس اللي ما كيقراوش وخرجوا بكري وتا هما كنهضر معاهم. اذا انت والديك مستثمرين فيك، انت درويش، انت والديك ما فحالهمش. كتلقى الوالد ديالك يا خدام عادي، يعني مقاتل معاك من صغرك، ربما قراك في صغرك في الابتدائي وصافي ملي وصلتي للكوليج راه دخلك تقرا ديال الله. اذا فراه والديك هما رقم واحد. ملي تدخل البليه راه غتضيع، وغتضيع والديك معاك، وغادي يبقاو عايشين وهازين الهم، وغيبقى عندهم مساكن الامال، غيبقاو يقولوا واخا بلي ولدنا غيكونوا كيدافعوا عليك. راه الوالدين، راه والديك هادوك يعني واخا كيدخل البليه. راكم عارفين المغرب ديك الهضره ديال العائلات، ولد فلانه تبلا وما بخباركمش راه ولا كيتكيف الحشيش وشافوه بالجوطيه كيبيع حوايجو. يعني الوالدين غادي يتاثروا وياكلوا العصا. يقدروا الوالدين الا كانوا هشاش يمرضوا بسببك. وانت بحال هكا بالنسبه لله يدخل في 7 سنين 8 سنين ديال البليه وكيتفرج فيا، بغيتي تقطع بلان كيقول لك كيفاش غنقطع مهدي وانا ما عرفتش. وبحال هكا على انت ما كرهتيش والديك ديهم الحج تشري لهم دار؟ لا راه تقول لي واه المغرب على قد الحال راه كاينه السيكوريتي، رزق الله. راه ملي تدخل البليه راه تديك راه كاين واحد الخدامه فيهم البركه. راه تقدر تخدم خدمه عاديه، انت كتبان لك كاينه ليفريزون، كتبان لك انت سيكوريتي، كتبان لك انت 50,000 ريال 3000 درهم ما دير والو. لا راه ديك الخدمه لا كانت فيها البركه وكنتي انت مرزن راه تضرب فيها واحد 9 سنين 7 سنين. غتبان لك انت 7 سنين 9 سنين طويله. وما احسن تضرب في خدمه 7 سنين 9 سنين وتصبر تجمع فلوس 1000 درهم الشهر، وراك باقي عايش مع والديك كتاكل، ولا في نفس الوقت راك باقي عايش مع والديك ولكن ما خدمتي ما والو، ما خديتي باك ما قريتي، وغير هما كيعطيوك الناقص. يعني مازال انت تعادل، يعني باقي عايش مع والديك وراك كتجمع وكتسمى خدام. يعني حتى الوالدين يقدروا ما باغيين منك والو، اكتفاء ذاتي. العري يخلص على راسو ماكلتو شي تويشات، تخلص على راسك كاروك ولا قهوتك دبر راسك. اذا بحال هكا ملي تدخل البليه راه غادي تضيع، غتخسر فيها فلوس وتبيع حوايجك. وديما كنكرر القضيه اللي كتبيع حوايجك لانه تبيع لي كادو، والناس كيجيبوك العائله الا كانت عندك في الغربه خوتك خوالك كيجيبوك لي كادو ريحه مكانه، يعني تبدا تبيع داكشي الزوين ديالك وغتضيع. غيولي فيك العصب القطعه والحشيش كيسطي والبارانويا وانفصام الشخصيه. انت ما ضامنش راسك في الحشيش انك تبقى تكميه. راه ماشي كلشي كيوافقوا الحشيش وكيبقى يضرب فيه. اجي نضحكوا ورا الحشيش التبويقه ديالو زوينه، نساو المشاكل نساو الحزن. هادشي ما خدامش. اللي خدام هو اللبس، تشري اللبس، تمتع، تاكل، تجمع فلوس، مستقبل. بغيتي كونطرا الغربه دار، يعني المنطق. ماشي تخدم تخلص انت في اللوطو، تربح في اللوطو تلعب في اللوطو تيرسي. كاين المنطق، كتمشي ديما في اللوجيك، 1+1. اش كاين في المغرب؟ كاين سرباي عسكري بوليسي مخزني ليفريزون الرباط وكازا الطرام البيع والشراء تسمصير فراشه كروسه ديال الطون. هذا هو المغرب. غادي نخدم غنجمع 1+1 دوز 8 شهور نجمع 800 درهم في الشهر، 1000 درهم غنشري بها موطور غندير به ليفريزون بحال هكا. سينو انت غادي تشومر وما تكملش قرايتك وتعذب والديك وغتضرب 10 سنين 15 عام وكنتي صغير عندك 17 عام، غتلقى راسك عندك 49 عام وعاد لا ضمنتي الفلوس. الثاني راه ما كتلقاش الفلوس غتهبط غتسخر البنادم باش يعطيك جوان، والقيمه ديال الشخصيه ديالك غادا طيح. وفيق وعاق.